اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100 إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها إلى آخره. أيضا في هذا بالنسبة للحوادث المستقبل. بالنسبة لمورد آخر، طبعا هذا النص بالنهج البلاغة خطبة 92. نهج البلاغة بخطبة 182: يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلا أنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. هذا بالنسبة. لذا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن هذا بخصوص يعني معرفة الله بس بالنسبة بعد للأنبياء. إشارة صغيرة. نعم. هذه هي العلوم تبعت جهات علوم الأئمة. يبقى بعد شيء قائم على التحديث، هو المسمى عندنا بمصحف فاطمة في الخبر. وأما مصحف فاطمة ففيه ما يكون من حادث من أمور مستقبلي وأسماء من يملك أسماء الملوك إلى أن يبقى هذا المصحف نص الأخبار كلها عم تقول فيه ما يكون من حادث وأسماء الملوك، يعني أخبار غيبيات يعني نعم. التي لها علاقة بالنظم السياسي. ولذا في خبر آخر إنكم قال إن فاطمة عليه السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه، لاحظ هنا، ويخبرها بما يكون بعدها، وكان علي عليه السلام يكتب. محدثة يعني هي محدثة. نعم. هذا واحد. اثنين، هذا هو قال فهذا مصحف فاطمة. فهذا مصحف فاطمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذكر وإنا له لحافظون.